أول حاجة عشان نيجي نتكلم عن اليورين لازم نتكلم عن العينة الأول. أول نقطة نتكلم عن العينة، تجميع العينة بتاعنا. يعني إيه تجميع العينة؟ محتاجين نجمع البول في كونتينر يكون سترايل، يكون معقم. يبقى سترايل كونتينر ده عبارة عن كب معقم ديسبوزابل، ما يستخدمش إلا مرة واحدة، ما ينفعش نستخدم حاجة مغسولة والكلام الفاضي ده. دي أول حاجة إن أنا أتكلم على العينة. فطبيعي الوعاء الحامل لها اللي هي الكوب بتاعنا هو الكونتينر الاسترائيلي المعقم. طيب العينة دي، هل أي عينة في أي وقت ولا لازم وقت معين؟ بنقول إن أفضل عينة هي عينة المورنينج، اللي هي بعد الصحيان على طول، أول ما تصحى من النوم. أول عينة صباحية، فيرست سيمبل بتاعة المورنينج، الصباح أول ما تصحى من النوم، أيا كان ميعاد الساعة كام، دي بتبقى أفضل عينة. لكن مسموح إن احنا ناخد عينة راندم عشوائية في أي وقت من مدار على مدار اليوم، مفيش منه مشكلة. يبقى أفضل عينة الصباح اللي هي المورنينج في الصباح، ولكن مفيش مشكلة عينة راندم على أي وقت خلال اليوم، مفيش منها مشكلة. طيب إزاي أجيب العينة في الكونتينر؟ معروف إن احنا بناخد الميد ستريم يورين، في العينة اللي هي الصبح المورنينج أو في أي وقت، ولكن ميد ستريم يورين بمعنى إن أول جزء من العينة بنفرغه في الحمام، ونيجي عند المنتصف نجمعه في القبض بتاعنا، وبعد كده بقية الجزء نرميه برضه ونستخدموش. يعني المريض الأول المفروض سواء ميل أو فيميل، راجل أو ست، بيغسل نفسه كويس جدا عشان ما يكونش فيه أي حاجة من بره، زي ابيثيليال أو أي حاجة. بيحاول يشيل الجزء اللي هو من بره خالص، ينضف كويس. بعد كده أول جزء بينزله في الحمام، وبعد كده يجي في النص بيحطه في القب، وبعد كده بقيت آخر جزء بيتخلص منه في الحمام. ما عرفش يعمل الكلام ده، مفيش مشكلة إن هو هيجمع كل العينة في القبر. المهم يعرف يغسل نفسه كويس، وبعد كده يجمع العينة في الكونتينر الاسترايل بتاعنا، سواء بقى كانت ميد ستريم يورين، أو سواء كانت مورنينج، أو سواء هي عشوائية في أي وقت. ولكن أفضل عينة هي عينة المورنينج، الميد ستريم يورين مورنينج في الصبح أول ما يصحى من النوم. عشان إيه؟ عشان بيكون جسمه مركز فيها كل معظم المكونات. لو متوفر أملاح هتكون كلها مرصبة ومجمعة. ما بيكونش شارب ميه كتير بقى، بيكون نايم، فجسمه طبعا البول بيكون كونسنتريتد، بيكون مركز. لو في بص، لو في اي بي سي، لو في اي حاجه، بتكون متجمعه في العينه الصباحيه دي وبتظهر. لكن برضه ما يمنعش ان احنا بناخد عينه عشوائيه على مدار اليوم، ولو في املاح عند مريض هتظهر عادي جدا، مفيش اي مشكله. يبقى ده اول جزء بنتكلم عن العينه بتاعتنا، ده هو اهم حاجه. طبعا بقى انت في الاساس بتتكلم بقى عن البيانات. بيانات المريض لازم نتاخد بيانات المريض، الاسم ثلاثي. اللي طبعا بتتكتب عليها يورين. لو في مزرعة بنكتب كالشر أو يورين، برضو المزرعة برضو بتتعلق باليورين شوية لما بنيجي ناخدها. وبرضه بيكون لازم استرايل أكتر، وبيكون لازم نغسل كويس جدا بالذات في المزارع. لو هاخد عينة بول عشان أعمل منها مزرعة لازم أغسل كويس جدا، لازم طبعا استرايل وش، مفيش أقل من كده. وبقية التفاصيل زي ما هي. طبعا باخد اسم المريض وسنه، لو في طبيب معالج، باخد اسم الدكتور. لو في ريكوست ما بيكون معايا يبقى أفضل برضه عشان يبقى اسم الدكتور عليه صحيح. دي بيانات المريض، اسمه وسنه. طبعا لو للمزرعة، عشان برضو لو هاخد عينة البول دي عشان أعملها مزرعة، طبعا لازم يكون عندي شرط إن هو موقف مضادات حيوية خلال آخر 3 أيام، خلال آخر 72 ساعة. حتى لو مش موقف ما ينفعش اخد العينة دي لو هعملها مزرعة. لكن لو اتكلم على يورين عادي، يبقى خلاص خدت العينة وكتبت عليها البيانات. ابتدي بقى الشغل بتاعي اللي انا هشتغل. خلاص انا خدت عينتي سليمة في اكسترايل وعليها البيانات وكل حاجة، شكرا. وابتدي انا بقى اشوف شغلي. الشغل بتاعنا اليورين بيتقسم على 3 مراحل فحص. في حاجه اسمها فيزيكال اكزامينيشن، الفحص الفيزيائي فيزيكال، والكيميكال اكزامينيشن الفحص الكيميائي، والميكروسكوبيك اكزامينيشن اللي هو الفحص الميكروسكوب. ده تحليل البول او تقرير البول، بيبقى بيضمن الثلاث اشياء دول. اول حاجه الفيزيكال اكزامينيشن الفحص الفيزيائي. عندك في اول حاجه مثلا حجم العينه. وطبعا حجم العينه دوت بالنسبه للعيان اللي بيعمل بول بتبقى عينه راندوم، بنكتب عليها ايه؟ اللي هي السمبل فوليوم، حسب الحجم اللي جابه. ما بحددش كميه. بتفرق معايا في حجم البول لو كان انا بعمل عمليه تجميع بول 24 ساعه، لان حجم البول على مدار 24 ساعه ده له دلالات كتير جدا. لكن بالنسبه لي كفحص راندوم عشوائي عينه صغيره مش هتفرق معايا، مش هعرف اقدر ده. لكن لما يكون بعمل حاجات فيها تجميع زي كرياتين كليرنس، بيكون حجم العينه ده يفرق جدا، لان في عندك فيه لو حجم العينة أقل من حجم معين، يبقى عندك فيه نقص، في عنده جفاف. لو حجم العينة ده
اكبر من حجم معين بيبقى عنده بوليوريا، يبقى كميه البول كبير. في عنده لو نقص يبقى انيوريا، يبقى انخفاض في الشديد في البول. لو اقل من 100 مللي على مدار اليوم ده يبقى عنده انيوريا، يعني عنده جفاف شديد. كل حجم عينه بيختلف، بيأثر على او بيدل على حاجه. لكن في العينه العشوائيه دي يبقى اول حاجه الفوليوم بتاعنا بيكون إيه اللي هو ايه السنجل فوليوم، حسب ما هو جايب، ما بحددوش، ما بكتبش كام مللي، يعني ما بقيسوش. تاني حاجه الكلر، لون العينه. والعينة العادية بيبقى لونها يلو أو أمبر يلو، اللي هو الأصفر الكهرماني الفاتح. كل جزء في كل لون من ألوان العينة بيدل على حاجة. لما يكون العينة مثلا وليكن ديب يلو لون أصفر غامق، ده بيكون دلالة على إن العينة مور كونسنتريتد، ممكن يكون فيها نسبة أملاح، ممكن يكون المريض ما بيشربش ميه كتير، خاصة زي جزء بتاع الصيف. الإنسان ما بيشربش ميه كتير قوي وبيكون بيعرق كتير، فبيفقد معظم الميه في العرق، فبيكون كمية البول طالعة كمية صغيرة جدا وبتكون مركزة جدا، فبيكون لونها غامق. مثلا بيشرب بقى شاي كتير، بيشرب قهوة كتير، أحيانا ممكن يكون بياخد أدوية معينة مثلا بتكون فيها مواد صبغات بتدي اللون الديب يلو ده. ولكن في الغالب الديب يلو غالبا بيكون اما املاح او يكون المريض مور كونسنتريتد يورين، يعني العينه مركزه اكتر، فما بيعرفش ما بيكونش بيشرب ميه كتير على مدار اليوم، او في الصيف زي ما قلنا بنعرق كتير، انت بتكون دي بيلو. طيب العينه ممكن تبقى لونها مثلا بيل يلو اصفر باهت، لونها فاتح شبه الميه. دي ممكن تبقى في المريض العكس بقى، ده واحد بيشرب ميه كتير جدا على مدار اليوم، فممكن يكون بيشرب كميات كبيره جدا من الميه لدرجه ان هي بتخفف البول، فبالتالي بيظهر لونه ده. ممكن يكون شيء فيسيولوجي، يعني شيء مش مرضي، عادي مفيش مشكله. ممكن يكون شيء مرضي زي مثلا في مرض السكر، في حاجه اسمها، في حاله اسمها بوليديبسيا بتكون موجوده. البوليديبسيا ده بيكون الشخص ده بيكون احيانا حاجات بتبقى ساعات بتبقى نفسيه، ان هو بيشرب ميه كميه ميه كتير مرضي، وبالتالي الميه دي بتنزل كتير، بيشرب ميه كتير وبيدخل حمام كتير، فكل اللي بيشربه بينزل زي ما هو، مجرد شرب الميه ما لحقتش تتفلتر ولا الجسم ينقي معاها املاح ولا حاجه، فبتنزل زي ما هي. او في حالات مرضى السكر نتيجه ان هو بيكون بيشرب ميه كتير برضه، لكن نتيجه السكر، عشان السكر بيخلي الانسان يعطش فبيشرب ميه كتير، وكميه الميه الكتير بتنزل في البول برضه فبتخليه خفيف فبيكون بليل. ممكن لون تالت مثلا، ممكن تلاقي العينة لونها ريدش مثلا. ريدش ده يعني لونها أحمر. العين اللون الأحمر ده وارد يكون فيه مثلا عنده حصوة في الكلاستونز في الكلى، فبتأثر عليه، بتخلي فيه دم ينزل. ممكن يكون عنده نسبة أملاح عالية شوية، أمورفاس بقى، يوريك أسيد، أيا كان نوع الأملاح. الأملاح دي بتجرح شوية في مجرى البولي فبتعمل أربسيز، وأنت بتقدرها بقى حسب الفحص الميكروسكوبي. ده اللون بيبقى لونه ريدش. في عندك ممكن يكون لونه براونش برضه، ممكن يكون في عنده برضه التكسير في عنده في ان اربسيس برضه متكسره بتعمل تخلي البول لونه بني شويه، مع وجود مثلا لو في بالروبين، لو عنده صفرة في مريض كبد او حاجه ممكن تخليه في اللون ده. دول اشهر الالوان، هتلاقي الريدش والبيل يلو والديب يلو والامبر يلو الاصفر الكهرماني اللون العادي. يبقى ده عندك ايه الكالر. تالت حاجة الاسبكت، اللي هو المظهر بتاع العينة. في العادي العينة العادية بتكون كلير، يعني لونها رايق او مظهرها رايق، ما فيش فيها اي عقار. طب قصادها الشيء الغير طبيعي بتاعها التربد، تكون العينة معكرة تربد. طب التربيديتي دي بتيجي منين؟ التربيديتي دي ممكن تكون نتيجة لو هي في ميل، وليكن حتى لو ميل وعنده ابيثيليال كتير او عندها ابيثيليال كتير جدا ممكن تخلي العينة معكرة. لو في باس سيلز خلايا صدية تخلي العينة برضه معكرة. لو في ممكن امورفس، برضه امورفس يعمل يخلي العينة معكرة. كل دي حاجات ممكن تخلي يكون العينة أي خلايا، أي نوع خلايا أيا كان، خلايا بقى أو أملاح، خلايا إبيثيليال، لو في كاست، لو في باس سيلز، لو في أي حاجة ممكن ترسب تعمل إيه التربيديتي دي. فالعينة العادية بتبقى كلير، العينة التانية بتبقى تربيد. زي ما قلنا الراسب، نيجي بقى للديبوزيت. الديبوزيت اللي هو الراسب ده نوع او جزء من الفيزيكال اكزامينشن. الديبوزيت اللي هو الراسب، الديبوزيت ده لما بنسيب العينه بشكل طبيعي وترسب فيها المواد اللي هي عالقه فيها زي الابيثيليال، زي البص، زي الاملاح، الكريستالز كلها، فترسب تحت في القاع. الجزء الراسب ده بيكون في الشخص الطبيعي ما عندناش ديبوزيت، بيكون نيل يعني ما فيش. بتبتدي بقى حسب بقى كمية الراسب ده بتعملها بلس 1 بلس 2 بلس 3، حسب كمية الراسب اللي اترسبت عندي في قاع الأنبوبة اللي أنا بقى بشتغلها. طبعا أنا الأول العينة كانت داخلالي في قب، بقوم أنا واخد منها جزء سايبها الأول في القب ترسب كويس جدا، مثلا نص ساعة ولا حاجة أو ربع ساعة ترسب معظم المحتويات. بعد كده ارمي الجزء اللي فوق وبفضي بقية الجزء اللي انا رسبته يرسب في القب في تيوب، في انبوبة عشان اشتغل منها في انبوبة.
فبالتالي كل الشغل بتاعنا بعد كده ان انا بفضيها في انبوب. تمام، يبقى خلصنا الفوليوم وخلصنا الاسبكت المظهر وخلصنا الديبوزيت الراصد. في عندنا كمان اللي هو البي اتش. البتاع البي اتش الأس بتاعنا بتكون العينة العادية، العينة المريض الشخص الطبيعي السليم، بيكون البي اتش بتاعنا اسيدك، بيكون حامضي. الحامضي طبعا لحد 7، من أقل من 7 ل7. 7 متعادل، فيما فوق ال7 بيكون الكالاين. فالشخص الطبيعي بيكون اسيدك. في بعض الحالات المرضية بتحول البول من اسيدك لالكالاين، وبيكون معاها بعض الكريستالات المعينة، وممكن يكون مريض بياخد أدوية معينة بتخلي البول بتاعه ايه الكالاين، ولكن بنغير البي اتش بتاعنا على حسب ما هو طالب. النقطة اللي هي اللي بعد كده اللي هي ايه؟ السبيسيفيك جرافيتي، الكثافة بتاعة البول. البول الطبيعي الكثافة بتاعته بتكون من 1015، وممكن إلى حد ما بتنزل ل 1010، بس من 1015 ل 1030 ل 1030. دي السبيسيفيك جرافيتي بتاعتنا، الكثافة النوعية من 1015 ل 1020، من 1005 قصدي 1030. دي الكثافة النوعية بتاعتنا. كثافة البول، كثافة البول دي يعني ايه؟ يعني ايه كثافة البول؟ البول عبارة عن مية، والمية دي معاها مواد صلبة عالقة فيها. في الشخص الطبيعي كثافة البول يعني تقل البول بيعتمد على كمية المواد الدائبة في البول. فالطبيعي الجسم بتاعنا بيجي البول منين؟ بيجي البول عن طريق ان الكلى بتعمل فلتريشن، بتفلتر كل الدم اللي بيمر عليها، وبتدي اي حاجة زيادة عن الكمية المعتادة تبتدي تاخدها وتخرجها وتطردها بره الجسم عشان الجسم يتخلص منه وما تتراكمش فيه وبتسبب امراض. وده اللي بيحصل لما بيحصل تراكم في حاجات او يحصل خلل في كفاءة الكلى، فتبتدي ما تقدرش تعمل فلتريشن للبلد، فما تخرجش هي المواد الزياده دي. فالبول عباره عن المواد اللي الجسم ما عادش محتاجها نتيجه بعد ما هضم الطعام، وبعد الزيادات خالص تبتدي الدم يمر على الكلى يحصل له فلتره تطلع المواد الزياده خالص اللي الجسم مش محتاجها، تنزل في البول، مواد الصوره صلبه تنزل في البول، تعمل للبول كثافه، تخلي البول له درجه ثقل معين على حسب كميه المواد الدايبه فيه، فهي دي الكثافه. فكثافه الشخص الطبيعي ان هو الجسم بيفلتر كميات معينه، لا هي بتزيد قوي ولا هي بتقل قوي، ما بتفلترش خالص. فبتبقى الكثافة من 1015 ل 1030. كل ما الكثافة تزيد معناها إن في كمية مواد عالقة وزائبة كتير، وفي الغالب ما بتزيدش. أو الكثافة تقل يبقى معناها الكلى فيها مشكلة ما بتفلترش، أو الشخص بيشرب كميات مياه كتير زي في مرضى السكر، فبالتالي بتعمل له إيه؟ بتنزل له كمية مياه كتير في الجسم. ولكن مع مريض السكر الكثافة مش بتقل. الكثافة مش بتقل ليه؟ لأن السكر بيتطرد مع الجسم، لأن مريض السكر كمية السكر بتعلى في جسمه قوي، وبالتالي بتزيد عن قدرة الكلى إن هي تفلتر السكر وتعيد امتصاصه، لأن الكلى بتعيد امتصاص السكر لحد 180. اكتر من 180 اللي هي الثري شولد بتاعتها، اللي هي قدره الكلى على امتصاص السكر، يعني بتعيد امتصاص كل النسبه فيما تحت ال 180. اول ما توصل 180 فيما فوق تبتدي في جزء منها يبتدي ينزل يخرج من الكلى، ان ما عادش قادره، قدرتها مش قادره تمتص اكتر من كده، فبتنزل شويه في البول. الجلوكوز ده كثافته تقيله جدا، على الرغم ان لون البول بيبقى لون فاتح جدا في مريض السكر، ومع ذلك ما بيكونش ما عندوش كثافه. لا، على عكس لو واحد تاني مش مريض سكر وبيشرب ميه كتير ممكن البول يخف. لا الجلوكوز اللي بينزل في البول الجلوكوز وزنه الجزيئي تقيل، حجمه تقيل، وكثافته تقيله، فبيخلي البول كثافته تقيله، بالرغم ان هو بيبقى لونه فاتح خالص ممكن نقول ده ميه. لا، هو مش بيبقى كثافته قليله خالص، مش زي كثافه الميه. كثافه الميه طبعا اقل شيء اللي هي اقل من 1010 او ممكن 1010، لكن هو بالرغم ان هو بيبقى لونه فاتح، ولكن كثافه البول في المريض السكر بتبقى عاليه، لان الجلوكوز اللي بينزل بيبقى وزنه او ثقله او كثافته عاليه. تمام. فدي الكثافه. احنا قلنا في الكثافه بتقل قوي لو في مرضى الكلى، يعني الكثافه بتثبت ممكن لو مريض كلى الكثافه بتثبت عنده عند 1010، لان الكلى ما عادتش بتشتغل اصلا ولا عادت بتفلتر ولا بتعمل اي حاجه، فالكثافه بتبقى عند 1010. فدي بتبقى حالات خطره لازم نتاكد منها طبعا بطرق كتير. انت عندك طبعا الطرق اللي انا بقيس بيها الحاجات اللي قلناها دي. طبعا عندك الكلير اللي هو المظهر الاسبكت، المظهر ده بعينيا. الكلر اللي هو اليلو بعينيا. انت عندك البي اتش اللي هو الاس الهيدروجيني بيتقاس بالشريط، في حاجه اسمها يورين ستريب، ده شريط بيتقاس بيه مع جزء الكيميكال، بيتحط على الشريط في البول، بيتشاف بيه هو متغير، هو 7 ولا عامل زي ورقه عباد الشمس كده الليتمس بيبر الزمان. في عندك برضو الديبوزيت الراسب، انت بتسيب العينه ترسب او تسنترها بسنترفيوج، ولكن افضل ان هي تسيبها ترسب في شكلها الطبيعي. بس طبعا عشان احنا بنبقى محتاجين نسرع العمليه فبنسنترها ونشوف الراسب ده بعينينا. كل دي حاجات فيزيكال، كل حاجه فحص فيزيائي بالعينين، مفيش فيها غير البي اتش اللي يعتبر بيتعامل مع جزء شبه كيمياء اللي هو ايه؟ الستريبيوم او اليورين ستريب.
الكثافة بتتقاس برضه باليورين ستريب. في جزء في الشريط الكيمياء اللي بيتعمل في جزء الكيميكال، في جزء الفحص الكيميائي بيكون معاه جزء في الستريب في جزء خاص باللي هو يديني الكثافة برضه. طيب الطرق الأدق والقديمة في حاجة اسمها جهاز اليورينوميتر. اليورينوميتر ده هو الجهاز اللي بيقيس الكثافة البول. ده يعتبر كل الفحص الفيزيائي، الفيزيكال اكزامينيشن. يبقى عبارة عن الكلر، عبارة عن الاسبكت المظهر، عبارة عن الفوليوم حجم العينة، عبارة عن الديبوزيت الراسب، وعبارة عن البي اتش، وعبارة عن آخر حاجة قلناها اللي هي إيه، السبيسيفيك جرافيتي. دول الايتمز بتاعتنا اللي هي موجودة في الفيزيكال اكزامينيشن. طيب نيجي للكيميكال اكزامينيشن. والكيميكال اكزامينيشن ده فيه شغل حلو، شغل كتير ومهم. كل ايتم فيه، كل علامة، كل نقطة فيه بتشخص أمراض معينة. مثلا عندنا مثلا يكون في اللي هو البروتين. ده أول حاجة في الكيميكال اكزامينيشن، الفحص الكيميائي للعينة. البروتين، الشخص الطبيعي ما بيكونش فيه في البول كمية بروتين بتنزل، وبالتالي الكلى بتمتص وما بتفلترش، وبتفلتر كل الدم، وما فيش أي كمية بروتين بينزل في البول. إمتى ينزل البروتين في البول؟ في بعض الحالات المرضية اللي بيكون في خلل في الكلى، يحصل فيه ان الكلى تبتدي ايه، يحصل لها إيه تعب كده شويه في نفسها. والمرشحات هي عباره عن مرشحات. المرشحات دي عامله زي المصفى، يبتدي توسع المصفى دي، وتبتدي تنزل مثلا زي الالبيومين، ينزل جزء منه اسمه مايكرو البيومين، ينزل في البول وفي العادة. لكن في الشخص الطبيعي ان بيكون البروتين نل، ما بيكونش فيه بروتين في البول. انما لو نزل يبقى فيه دلاله مرضيه زي الجلوميريور فلتريشن ريت، او ايه الجلوميريور فلتريشن، الجلوميريولايتس، التهاب في الجلوميرولاي اللي هو المرشح، او اللي هي النفروتيك سندروم، بيكون فيه كميه بروتينات بتنزل في البول كتيره جدا. دي العينه العشوائيه. لكن البروتين في البول، في كميه بول 24 ساعه متجمعه خلال 24 ساعه، التوتال بروتين، كل البروتينات اللي ممكن تكون موجوده في بول 24 ساعه بيكون اب تو 150 مللي جرام في ال 24 ساعه. اب تو 150 مللي جرام، يعني خلال 24 ساعه 150 مللي جرام. لكن العينه العشوائيه دي ما بيظهرش فيها بروتين خالص في الشخص الطبيعي. برضه الالبيومين، المايكرو البيومين اللي هو نوع من انواع البروتينات، اخره كميه لحد 30 مللي جرام، برضه 30 مللي جرام، اقل من 30 مللي جرام. لكن لو ظهر بقى بروتين في البول، طب اكشف عنه ازاي؟ اولا الاستريب اللي احنا قلنا عليه من شويه، اليورين ستريب، الشريط اللي هو بيفحص فحص كيميائي. انا بجيب الشريط ده بيجي في علبه، بحطه في البول، بيديني الوان. بيبقى معايا العلبه بتاعتي عليها الالوان الاساسيه، ان هو مثلا الايتم ده لونه الاساسي اصفر، لو اتحول من اصفر الى اخضر يبقى معناها ان في مثلا البروتين بلس واحد، مع بروتين بلس 2. ده اول نقطه. فبجيب الاستريب يورين، احطه في البول، اشوف الالوان بتاعت كل الايتمز اللي احنا هنتكلم عنها في الكيميكال دي. طيب طيب ايه الفكره؟ ان انا هل لو حطيت الاستريب يورين او اليورين ستريب جوه البول واداني بروتين، يعني اللون بتاعه بقى اصفر ويتحول الى اخضر، اداني بروتين عند الاخضر، يبقى هنا كده ساعتها في اللحظه دي هل انا اقول ان المريض عنده بروتين في البول؟ لا. في اختبار تاكيدي لمعظم الحاجات دي لازم اكون متاكد منها بجانب الاستريبيورين. هل الاستريبيورين ممكن يكون ساعات بايظ، ممكن يكون بيلون، ممكن متكسر بادويه معينه المريض واخدها فبيلون، بيشوف حاجه تانية على اساس بروتين؟ لا. الاختبار التاكيدي هنا هي البويلنج، الغليان هو الاختبار التاكيدي عشان اتاكد هل في بروتين ولا لا. باخد جزء من العينه البول اللي انا خدتها في التيوب، احطها في تيوب تانية ازاز، وبحطها على اللهب بتاعنا، واسيبها. طبعا بتحط اللهب، الانبوبه بتكون موجهه للطرف الخارجي، ما يكونش موجهه لجسمك ولا لوشك. الجزء العلوي من البول ده اللي انا بحطه فوق اللهب، وابتدي احرك ايدي على اللهب، ما اثبتهاش عشان ما تغليش وتفور في وشي، وابتدي امررها على اللهب كل شويه كده لحد ما لو في بروتين في البول عامل نفس فكره الغليان بتاع مجرد ما يظهر تربيدي او عقاره، نفس فكره غليان البيضه كده. البيضه في حاله ان هي تبقى ما اتعرضتش لله بدرجه حراره عاليه، بتبقى لون، بتبقى سايله. مجرد ما اتغلت البروتين بيتلزن، بيتجلط، بيحصل له اجيوليشن، تجلط، ويبتدي يعمل اللي هو البياض زي البياض كده، نفس الفكره. فهو الالبيومين اللي هو الزلال في البول، مجرد ما عرضه للهب لو موجود هيبتدي يتجلط ويعمل تربيديتي وعقاره. حسب درجه العقاره برضو بقدرها بلس 1 بلس 2 بلس 3، ومع الشريط برضو بيكون حسب درجه اللون اللي هو مديهولي. فده الاختبار التاكيدي اللي هو الغليان. في طرق تانية ولكن ده اهم طريقه. ده بالنسبه للبروتين.
بروتين مهم جدا يتقدر ويتعمل الاختبار التأكيدي قبل ما يتعمل كلاس واحد، لأنه له دلالات مرضية كتير في أمراض الكلى، أو خاصة لو سيدات حوامل يمكن البول يدل على دلالة مرضية زي تسمم الحمل وأمور كتير. دي أول أيتم من ضمن الكيميكال. تاني حاجة الجلوكوز. في الجلوكوز في الشخص الطبيعي زي ما قلنا من شوية إن الجلوكوز الكلى قدرتها، طبعا أي حاجة بتمر على الكلى تنزل في البول. الكلى لها قدرة إن هي تعاد امتصاص البول اللي هو طول ما هو في الدم up to 180 مللي جرام بر ديسيليتر، 180 مللي جرام لكل 100 مللي دم موجود فيه أقصى شيء. يقدر الكلى تمتص السكر وترجعه للدم تاني. طب مريض السكر طالع 200 طلع 300، لا، الكلى اخرها 180 تمتصه. اللي يزيد عن 180 هتنزله في البول وهينزل تلقائي في البول. طيب انا هعمل ايه بقى؟ الاختبار ده اعمله ايه؟ الشخص الطبيعي قلنا مفيش جلوكوز. اكتشف الجلوكوز ده ازاي لو هو بقى نزل في البول؟ نفس الفكره بتاعه الاستريب يورين او اليورين ستريب. بيكون الايتم بتاع الجلوكوز بيكون لونه اصفر يتحول لون اخضر خفيف، يبقى اذا في جلوكوز نسبه واحد، في اتنين، في حسب كل لما اللون يخضر اغمق يكون ده دلاله على ان في سكر موجود في البول. طيب هل اختبار تاكيدي؟ اختبار التاكيدي بتاعه البندكت ده محلول، بنحط كميتين متساويتين، مثلا 2 سم او 2 مللي من البول على 2 مللي من البندكت، محلول بندكت، ونبتدي نعرضه الى اللهب. نفس الفكره، اللون هيبتدي يتحول الى لون برتقالي، بعد كده يتحول لاخضر وهكذا، يبقى ده يدل ان في جلوكوز في البول. طبعا مربوطه بايه؟ لو انا بعمل بول معاه ومريض بيعمل دم وعنده سكر، فطبيعي ان البول زي ما قلنا ان هو يكون السكر في الدم اعلى من 180 مللي جرام بر ديسيليتر، وبالتالي هينزل في البول. هل معنى كده ان ممكن ان لو البول، لو الدم السكر مريض مش مع السكر فيه طالع مثلا 150 140، هل ده لا يعني ان انا لو عملت بول وطلع فيه سكر يبقى غلط؟ وارد يكون في خطأ وارد يكون في صح. ليه؟ لان في حاجه اسمها حالات بيحصل فيها ان بيكون في فولس بوزيتيف جلوكوزوريا وفي فولس نيجاتيف جلوكوزوريا. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون ان هو طالع سلبي في الشريط او في البول، سلبي كاذب، فولس نيجاتيف. يعني ايه فولس نيجاتيف؟ يعني سلبي كاذب. يعني ايه سلبي كاذب؟ يعني هو انا مش مديني في الشريط اليورين ان هو عنده جلوكوز، ولكن السكر بتاع المريض في الدم طالع 200. طب ايه اللي خلاه طالع 200 وما نزلش في البول؟ مش المفروض اخره 180؟ في حالات مرضيه ان ممكن يكون المريض السكر عالي جدا في الدم ولكن ما ينزلش في البول. في حاجه اسمها لونج ستاندنج ديابيتس. يعني ايه لونج ستاندنج ديابيتس؟ يعني مرض سكر بقاله 20 سنه من ساعه ما اتولد لحد ما بيجي يعمل تحليل بقى عنده 40 50 سنه، هو مريض سكر اصلا. فالكلى بتاعته مش بقتش الثريشولد بتاعها، ما بقتش قدرتها لحد 180، لا ممكن بقت بتعلى شويه لحد 200، عشان هي الكلى نفسها اتعودت على مريض السكر والكلى اتسعت شويه، فبقت الامتصاص بتاعتها قدرتها مع التكيف مع العمر وصل بقى لحد 200 مللي جرام بالديسيد. فتبقى كنت طالع السكر 190 ومش نازل في البول، ففي ساعتها بنقول سلبي كاذب. ليه؟ لان هو الشخص ده اسمه لونج ستاندنج دايابيتس. طيب حاله ثانيه ممكن يكون سلبي كاذب، يعني ما هوش مديني مع الشريط ومش طالع في البول ولكن هو مريض سكر برضه. ان ممكن يكون الشخص ده عنده يورينري تراكت انفكشن، عنده عدوى في المسالك البوليه، في عنده بكتيريا، والبكتيريا طبعا بتتغذى على الجلوكوز. فانا سبت العينه فتره من الزمن قبل ما اعملها، فبالتالي ايه اللي حصل؟ ان كلت السكر، فالسكر ما عادش ظاهر لي على الشريط، وبالتالي عينه البول عشان تتعمل اخرها ساعتين من الزمن. لو العينه هتتركن وتتحط في الثلاجه اخرها ساعتين في الثلاجه عشان نبتدي اثبط البكتيريا وما تتغذاش على الجلوكوز وتاخده وتختفي معاه. انا هعين العينه دي هتتركن او هتجيب المريض من البيت فتره معينه خلال ساعتين يحطها في الثلاجه لحد ما يجيبها لي، ويفضل ان هي تبقى فريش طبعا. طب انا عندي هحتفظ بالعينه دي في المعمل فتره لحد ما اشتغلها، وده طبعا مش مفروض ان هو يحصل. لا، في مواد اسمها مواد حافظه بريزرفيشن، بعمل عمليه حفظ للعينه دي. العينه دي بحطها على مواد كيميائيه، المواد الكيميائيه دي بتحفظ مكونات البول كلها، ما تتكسرش ما تختفيش ما تتاكلش وهكذا. مواد زي ايه؟ في ماده اسمها البوريك اسيد، دي مواد من المواد الحافظه، في اتش سي ال وفي بوريك اسيد وفي انواع كتير بتستخدم كمواد حافظه. دي ممكن تقعد معايا بقى مده 24 ساعه ولا حاجه بالماده الحافظه دي، مفيش مشكله، مش هتغير من معظم الحاجات، بس طبعا مش هستخدمها كمزرعه بقى، دي هستخدمها كبول واحطها على ماده حافظه ممكن تقعد لمده 24 ساعه ولا حاجه. لكن في العادي انا خلال ساعتين المفروض اعمل عينه البول عشان ما تاثرش على معظم الحاجات. فدي الحالات اللي هي فولس نيجاتيف، سلبي كاذب، ان هي ممكن يكون عنده يوري تراكت انفكشن، ممكن يكون عنده مثلا لونج ستانج دايابيتس، يكون السكر مش ظاهر في البول ولكن هو مريض سكر. العكس بقى، لا هو ده مديني على الشريط جلوكوز ولكن السكر عنده طالع مثلا 110، لا في حالات برضه بينزل فيها السكر في البول
زي في حالات اسمها بقى فانكوني سندروم، في حالات اسمها فانكوني سندروم جسمه بيخرج السكر بكميات رهيبه، على الرغم من ان هو مش عالي خالص، لا هو جسمه بيحتفظ بالسكر. الكلى بتخرج السكر بشكل تلقائي، فهو السكر طلع 110 ولكن موجود في البول عادي، ما عنديش مشكله ان انا بكتبها في التقرير طالما انا عاملها بالطريقه التاكيديه ومتاكد ان السكر نازل في البول. دي حالات برضو بتكون ايجابي كاذب، فولس بوزيتيف، بتكون فولس بوزيتيف، ايجابي كاذب. هو مديني على الشريط ايجابي ولكن هو ايجابي كاذب لان الشخص مش مريض سكر. فبالتالي انا عادي ما عنديش مشكله طول ما انا متاكد ان التحليل انا عامله بالطريقه الصح وطالع فيه جلوكوز بكتبه، لان في حالات ممكن يحصل كده زي حالات الحمل، الست الحامل ممكن ينزل السكر في البول على الرغم ان هو مش عالي في الدم، مش معدي ال 180، لا هو طبيعي عادي 120 130. في حالات دي بينزل فيها السكر في البول. برضه حالات زي فانكوني سندروم في حالات بينزل فيها السكر في البول. في حالات برضه امراض الكلى، امراض الكلى في الكدني ديزيز ان ممكن السكر ينزل في البول ولكن هو ما عندوش مرض سكر، ما عندوش سكر عالي مش معدي ال 180 ولكن موجود في البول. ليه؟ لان الفكره هنا ان الكلى نفسها قدرتها هي اللي ضعفت وما عادتش قادره تشتغل لحد 180، بقت بتيجي عند 120 مثلا وتبتدي تعدي السكر وتنزله، ما تمتصوش، ما تعملوش اعاده امتصاص. بالتالي هي في امراض الكلى السكر هينزل في البول من بدري، مش شرط يكون معدي ال 180، فساعتها برضه بيبقى حالات ايجابي كاذب وبنكتبه عادي ومفيش مشكله، مش معناه ان هو مريض سكر. ده بالنسبه للجلوكوز وطريقه الكشف عنه بالاستريبيورين او بالايه، بالبندكت. في الغالب هيبقى غالبا في ده الاستريبيورين، البروتين هو اللي هيبقى بالغليان، ده لازم تاكيد. مع الجلوكوز في حاجه اسمها الكيتون بوديز اللي هي الاسيتون. الكيتون بوديز ده مرتبط بالسكر برضه، بيعلى، بيظهر ان طبيعي برضه يكون نل، ما عندناش كيتون بينزل في البول زي ما فيش جلوكوز بينزل في البول خالص، ما فيش كيتون بيكون موجود في البول، ما بيكونش موجود في البول. طب لو موجود في البول ايه اللي جاب الكيتون في البول؟ الكيتون دهوت حمض من الكيتون الكيتون او الاسيتون دي احماض مواد حمضيه. جت منين؟ جت من حاجه معينه بسيطه جدا، انا جسمي ما عندوش سكر يستهلكه. هل هموت؟ لا مش هموت. هيحصل ايه؟ انا دلوقتي ما باكلش، عندي مجاعه، عندي صايم مده كبيره جدا، فايه اللي هيحصل؟ ما عنديش سكر، ما عنديش جلوكوز، فبالتالي ما فيش طاقه. يوم الجسم رايح على الخلايا الدهنيه الاديبوس تيشو، النسيج الدهني، يقوم عامل له لايبولايسيس، يقوم محلل الدهون ديت وعشان يستخدمها كطاقه، ويحلل الدهون دي ويحولها في الكبد لمواد يدخل يطلع لي فري فاتي اسيدز، احماض امينيه حره، احماض دهنيه، فري فاتي اسيدز، احماض دهنيه. الفري فاتي اسيدز دي تدخل في الكبد، يحصل لها حاجه اسمها اكسده، يحصل لها اكسده في الكبد وتتحول لمركب اسمه اسيتايل كو اي، مركب اسمه اسيتايل كو اي في الكبد. البساطه خالص ان الدهون بتتحلل عشان تطلع منها في الاخر مصدر جلوكوز او مصدر طاقه، ولكن نتيجه تكسير الدهون دي بينتج عنها ثلاث احماض اللي هي الكيتون بادز دي، اللي هي الاسيتون والاسيتو اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيتريك اسيد. دي ثلاث احماض، ثلاث احماض امينيه او ثلاثه كيتون بادز، اجسام كيتونيه. نتجت ليه؟ لان الجسم مش لاقي الجلوكوز بشكله الطبيعي، فبيقوم رايح على النسيج الدهني محلله بطريقه ان هو بيعمل له لايبولايسيس وبعد كده يدخل في الكبد يحصل له اكسده. عشان يحصل له اكسده يتحول لمركب اسمه اسيتايل كو اي، كل اتنين جزئين من الاسيتايل كو اي بيكون لي مركب من الثلاث احماض من الاسيتون او البيتا هيدروكسي بيتريت او البيتا او الاسيتو اسيتيك اسيد، عن طريق عمليه كيميائيه معينه ان هو بيحصل له اما يشيل منه ذره، اما يشيل منه ذره اكسجين، او ان هو يحط له ثاني اكسيد الكربون بطريقه معينه، ميكانيزم معين ينتج لي في الاخر الكيتون بادز. فبالتالي لما اجي اشوف كيتون بادز ده معناها ايه؟ غالبا هيبقى مريض سكر. طب مريض السكر ما عندوش جلوكوز؟ لا، مريض السكر بيبقى عنده جلوكوز في جسمه. طب امال هو ليه اللي خلى جسمه يروح يحلل الدهون، وبالتالي تحليل الدهون ده بينتج عنه عوادم مضره بالجسم اللي هي الكيتون بادز. الكيتون بادز دي لما تزيد في الجسم، قلنا دي احماض تعمل حاجه في الدم اسمها اسيدوزيس، تعمل حمضيه في الدم. الحمضيه في الدم دي تدخل المريض في غيبوبه، في كوما، وهو ممكن يتوفى الله لو المريض ده ما تلحقش، لان الدنيا هتبوظ، لان الجسم في عباره عن اسيدك او الوسط بتاع الدم بين 7 35 ل 7 45، يعني شبه متعادل. الانزيمات وكل العمليات الحيويه في جسم الانسان بتشتغل في الوسط ده. الوسط ده مجرد ما يتغير هيوقف انزيمات عندك زي انزيمات القلب. الانزيمات بتاعه الكاردياك انزيمز بتشتغل في بي اتش. دايما معروف ان الانزيمات بتعتمد على درجه حراره، بتعتمد على الوسط الحميدي او البي اتش بتاع الجسم. فالبي اتش ده اتغير بقى اسيدوزيس، نتيجه ايه؟ نتيجه ان الجسم عمال يكسر في الدهون عشان يدي طاقه. ما هو انت مش هموت، انا عندي مجاعه، فهيكسر الدهون بتاعه الجسم عشان يديني طاقه. بس بيكسر الدهون عشان يديني طاقه، وهو بيكسر الدهون ويعمل عمل بالنسبه له بينقذ المريض ان هو ما فيش جلوكوز، بينتج عنه العوادم اللي هي الايه الكيتون بادز دي.
فالكيتون بادز دي لو تراكمت في الدم تعمل اسيدوزيس، تغير في البي اتش، فبالتالي ممكن المريض يموت بسبب الموضوع ده. طيب هو مريض السكر ما عندوش جلوكوز؟ لا، احنا قلنا في المجاعات وفي الاستارفيشن بقى والصيام فترات طويله والدايت الشديد ده مفيش مصدر، مفيش جلوكوز، الجسم ما بياكلش فبيبتدي يحلل الدهون. طب مريض السكر نفس الفكره، اللي بينزل له الجلوكوز في البول، هو هل ما عندوش جلوكوز؟ لا، ده عنده جلوكوز، ده الجلوكوز بتاعه معدي ال 180 نتيجه ان هو نزل في البول كمان. طب امال ايه؟ لا، هو المريض السكر انواع، تايب 1 وتايب 2، ايا كان تفاصيله مش عايزين ندخل فيها، لكن الفكره عنده ان هو عنده جلوكوز في جسمه ولكن ما عندوش انسولين، او عنده انسولين بس عنده مرض مناعي بيخلي الانسولين ما يقومش بدوره. فهي الفكره في ايه؟ ان انا عنده جلوكوز، مريض السكر عنده جلوكوز لكن الانسولين هو المشكله فيه. فالانسولين ده هو اللي بياخد الجلوكوز ويدخله للخلايا وتستخدمها كطاقه. لكن انا عنده جلوكوز بس ما عندوش الانسولين، في مشكله كميته بسيطه، او ما عندوش انسولين خالص، او عنده انسولين ولكن في مرض مناعي اللي هو اللي هو مقاومه الانسولين، اللي هو التايب 2 بتاع التايب 2 دايابيتس، اللي هو التايب 2. يبقى عنده انسولين في جسمه ولكن في مرض مناعي، اجسام مضاده بتبقى ماسكه في البوابات في الخلايا، فما بتعرفش تخلي الانسولين يمسك في المكان بتاعها، وما بتعرفش تدخل الجلوكوز للخلايا وتستخدمها كطاقه، فالجسم يروح يعوض ده ويستخدم الدهون ويحللها بنفس الطريقه، ينتج عنها العوادم الضاره اللي هي الكيتون بادز. تقوم الكيتون بادز دي اما تيجي تمر على الكلى وزادت في الدم، هتمر على الكلى، هتقوم مفلترها، هتقوم منزلها في البول، فجاه الاقي الكيتون بادز ظاهر على الشريط برضه اللي هو اليورين ستريب. الاقي الكيتون بادز، الكيتون بادز دي خطيره جدا، ما برضو لازم نتاكد منها، بتكون دايما غالبا مرتبطه مع الجلوكوز العالي، ولكن زي ما قلنا ممكن يكون مش مريض سكر. مريض السكر خلاص عرفنا ان عنده جلوكوز بس ما فبيزيد عن 180 وينزل. لا، ممكن واحد تاني ما يكونش عنده سكر، يعني ما فيش جلوكوز في البول ولكن في كيتون بادز، زي ما قلنا زي ما قلنا في الاستارفيشن اللي هي المجاعات، زي ما قلنا في مثلا واحد بيعمل مثلا دايت شديد جدا، رجيم شديد جدا، او واحد صايم لفترات طويله جدا، فما فيش جسم، ما فيش في اكل، ما فيش في مصدر جلوكوز، يبتدي الجسم يحلل جزء من الدهون. لكن في الشخص الطبيعي اللي هو بيصوم صيام العادي، لا، جسمه بيبقى معاه كميه سكر بتقضيه مدار اليوم، ولو حلل شويه دهون ما بيتراكمش، لان هي بتبقى التحلل مجرد فتره قصيره جدا والموضوع بيتحل. وبالتالي الكيتون بادز على الاستريب بيتحول لونها البنفسجي، يبقى نعملها بلس 1 بلس 2 بلس 3، لكن في العادي ما بيكونش فيه، مش متغيره على الشريط اللي هو اليورين ستريب، بيبقى نل. في اختبار تأكيدي برضه بس مش بيتعمل غالبا في المعامل، اسمه روزرا تيست. روزرا تيست بيبقى برضه عبارة عن أنبوبة فيها محلول معين، بحط كمية بول على المحلول وبعرضه للهب، بيعمل حاجة اسمها حلقة البنفسجية على شط على شط على سطح بتاع نفس اللون البنفسجي اللي بيظهر على الشريط، بس ما بيغير برضه ما يتعملش في المعامل. دول اول ثلاثه ايزوم: بروتين، جلوكوز، والكيتون بادز. الرابع اللي هو البلد برضه الشريط الاستريبيورين بحطه في البول، كل ده بيظهر على الايتم. البلد برضو المفروض ان انا عشان يبقى البلد يلون على الشريط، غالبا لما اجي اعمل فحص ميكروسكوبي هلاقي ار بي سيز موجوده تحت الميكروسكوب، وشايف ار بي سيز نتيجه في جروح، نتيجه في كريستالات املاح، نتيجه في خلل، في مشكله داخل الكلى، فيه حصوات فبتعمل جروح، فبينزل شويه دم مع البول، فالشريط بيلون ان هو شايف بلد. بتاكد منها بالفحص الميكروسكوبي. ولكن قد يكون ما اجي افحص بعناية تحت الميكروسكوب الار بي سي تكون مكسره ولا حاجه فيكون الشريط ملون، ولكن تحت الميكروسكوب ما فيش، ولكن هم دايما غالبا مرتبطين ببعض، فبنشوف البلاد ملون، يبقى اذا في الغالب هتشوف ار بي سي تحت الميكروسكوب. دي النقطه الرابعه. نيجي للنقطة الخامسة في اللي هي اليوروبايلونجين. اليوروبايلونجين دي المركب اللي بينتج، اللي هي الصبغة اللي بتدي للبول اللون الأصفر الكهرماني العادي بتاعه، اليوروبايلونجين. اليوروبايلونجين دي جت منين؟ جت من المواد، من الصفرة اللي هي البيليروبين، الجوندس، الصفرة اللي هي بتدخل جزء منها بيدخل في الكبد، اللي هي جايه من تكسير الار بي سيز. جزء من الار بي سيز دي، جزء من الصفرة اللي اتكونت صفرة غير مباشرة، تدخل الكبد ترتبط بحمض الجلوكرونيك اسيد، تتحول لصفراء مباشرة. الصفراء المباشرة هي اللي بتدوب في الماء، وبتنزل جزء منها، بينزل منها جزء منها صبغه اسمها يوروبايلونجين، جزء منها ينزل في البول يديله لون اصفر، جزء منها بينزل في الستول في صوره ستيركوبايلونجين اللي بيدي للستول بتاعنا اللي هو اللون البراون البني. ده في الشخص الطبيعي. اليوروبايلونجين موجوده في البول بشكل طبيعي، فبنكتب نورمال ان هي موجوده بشكل طبيعي، يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى موجوده في البول. الباقيين كلهم نيل، ما بيتواجدوش، تواجدوا يبقى في حاله المرض، انما اليوروبايلونجين في جزء منها بينزل في البول يديله اللون الاصفر بتاعه، وده بشكل غير مرضي، مفيش منها مشكله. لكن المشكله في البيليروبين بقى، البيليروبين نفسها ان هي نزلت في البول، لا، دي في مشكله، نزلت في البول دي يبقى في مثلا عندي في انسداد مثلا في القنوات المراريه، فانسداد في القنوات المراريه، انت عارفين ان الصفرة
بتخرج من الكبد اللي هي الصفراء المباشره الدايركت بالروبين، اللي هي المرتبطه، اللي هي الكونجيوجيتد بالروبين المرتبطه، اللي هي بتدوب في الميه. احنا قلنا جزء منها بيتحول وينزل في في صوره في يوروبايلونجين، ده العادي. لكن البيليروبين نفسها بقى تنزل، لا، في انسداد في القنوات المرئيه. المفروض هي بتخرج من الكبد، بتحول منها جزء قلنا ينزل ستيركوبايلونجين في الستول، وجزء يوروبايلونجين ينزل في البول، والباقي بيتخزن في المراره في القنوات المراريه. طب انا لو عندي انسداد في القنوات المراريه، في حصوه سد، في حصوات في المراره، يحصل ايه؟ ان الجزء البيليروبين ده بيرتد في الدم، فيزيد كميته في الدم، فبيعمل حاجه اسمها جوندس اللي هي الصفراء. فلما يزيد في الدم ايه اللي هيحصل؟ هيمر على على الكلى، فتفلتره، فتلاقي البيليروبين كتير، فتقوم مخرجاه عشان تتخلص منه. زي برضو الطفل اللي مولود عنده صفرة، نفس الفكره، كميه البيليروبين زادت فتراكمت في الدم، فابتدي الجسم يخرجها وتنزل في البول. فمعنى ان ينزل بيليروبين في البول، يبقى اذا في مشكله برضو، ان كان في المراره او ان كان في ممكن مريض كبد. فالمريض الكبد ايه اللي بيحصل؟ ممكن يزيد معاه برضو البيليروبين شويه، فتنزل في البول ونكتشفها. برضو كل ده بيكون على الشريط بتاعنا، بيكون ملون من اللون الطبيعي بتاعه، يديني درجه من درجات الالوان الاصفر الغامق. ده على الشريط اللي هو اليورين ستريب، ده البيليروبين. في حالات ما نقدرش نشوف فيها اللي احنا قلنا اليوروبايلونجين لازم يكون متواجد في البول بشكل طبيعي. هل في حالات ان ممكن الاقيه ابسونس، الاقيه غايب مش موجود؟ اه، في حالات ممكن ما الاقيش فيه يوروبايلونجين في البول. زي ما قلنا في حالات بينزل في البول بالروبين بشكل زياده زي الانسداد. لا، في حالات برضو اليوروبايلونجين بيختفي. زي ايه؟ اليوروبايلونجين احنا قلنا ان هو جاي من تكسير الار بي سيز وتحويل البيليروبين في الكبد من البيليروبين زائب، اللي هو الدايركت باليروبين اللي هو بيدوب في الميه. انما الاندايركت باليروبين اللي هو لسه ما تحولش الدايركت، ده ما بيدوبش في الميه، فبيفضل في الدم، ما يقدرش يخرج في البول لان هو مش هيدوب اصلا، فمش هيقدر يخرج خالص. فاللي بيخرج اللي هو الجزء اللي هو الدايركت، اللي هو ايه؟ اللي اتحول من الكبد للدايركت باليروبين، وفي الاخر جزء منه بيتحول ليوروبايلونجين. طب انا لو عندي خلل في الكبد ايه اللي هيحصل؟ الكبد مش هيحول الاندايركت للدايركت، وبالتالي هيحصل ايه؟ ان الاندايركت لا يذوب في الماء، وبالتالي مش هيخرج في البول. ساعتها في مرضى الكبد ممكن يحصل ان يحصل في غياب، او في غياب يكون مفيش يوروبايلونجين في البول، ولكن دي حالات نادره. ده اليوروبايلونجين. والبيلروبين قلنا معاه النيترايت. اخر حاجه في الفحص الكيميائي الكيميكال اكزامينشن النيترايت. البول الطبيعي فيه ماده اسمها نترات. النترات ما بتظهرش على الشريط وما لناش دعوه بيها، وده شكل ده موجوده في البول بشكل طبيعي. انما اللي بعد الشريط بيختبر النيترايت. النيترايت دي بتيجي منين؟ احنا النترات موجوده في البول، لو البول ده هو فيه بكتيريا، فيه خلايا بكتيريه، هتقوم محوله النترات اللي هي موجوده بصوره طبيعيه الى النيترايت اللي هي الغير موجوده بصوره طبيعيه. فانا بكتشف النيترايت عشان ايه؟ دلاله على ان غالبا هيبقى حصل فيه تغير من النترات اللي مش موجوده بصوره طبيعيه بواسطه البكتيريا، تقوم محولها من نترات الى نيترايت، فتكون دلاله على وجود بكتيريا. وبالتالي بقى باجي افحص البول بلاقي فيه بكتيريا بس باسيلاي كده، عصويات ماشيه تحت الميكروسكوب بتتحرك او واقفه ثابته ميته، وبيكون غالبا معاها باص سيلز خلايا صديديه. ده كل الكيميكال اكزامينيشن بتاعنا: بروتين، جلوكوز، كيتون بوديز، بلاد، يوروبايلونيجين، باليروبين، ونيترايت الغير طبيعي. لو موجود نيترايت بعملها بلس 1 بوزيتيف، يعني ايجابي، دلاله على ان في بكتيريا حولت النترات الى نيترايت. مش كل البكتيريا بتعمل العمليه دي، ولكن ممكن الاقي بكتيريا وما يكونش فيه نيترايت. يعني ممكن الاقي بكتيريا تحت الميكروسكوب والنيترايت ما هيش متحول، مش موجود، سلبي. اه، في بكتيريا ما بتحولش النترات لنيترايت عادي جدا، لكن معظم البكتيريا بتحول النترات لنيترايت، فتظهر لي ان هي ايه؟ بوزيتيف في النيترايت. ده كل الكيميكال اكزامينيشن. الميكروسكوبيك اكزامينيشن عن فحص ميكروسكوبي للباسلز والار بي سيز والكريستالز بانواعها. هتتكلم بقى عن الكريستالات، في الكريستالات اللي بتظهر في الوسط الاسيديك زي اليوريك اسيد والكالسيوم، وفي كريستالات بتظهر في الوسط الالقلين زي التريبل فوسفيت والامورفوس فوسفيت وهكذا. تتكلم عن الباسيلز خلاص والعدد بتاعها، وتتكلم عن الار بي سيز برضه والعدد بتاعها وارتباطها بالبلاد زي ما قلنا فوق. وعندك في حاجه اسمها الهايلاين، وتتكلم عن الكاستات. في عندك هايلاين كاست، دي ممكن تظهر في الشخص الطبيعي مش امراض الكلى عادي. الهايلاين كاست ممكن واحد لو عمل مجهود شويه اكسرسايز بتزود ظهور الهايلاين كاست. لكن في كاستات اسطوانات. الكاست ده يعني اسطوانه ديت على حسب الانابيب الكلويه. احنا قلنا في جلوميرولاس مرشحات، وكلى عباره عن نفرونز وعباره عن انابيب، فعباره عن مواد خلايا بتترسب على الجدار بتاع الاسطوانه اللي هي بتاعه الانبوبه دي، فبتنزل في البول على شكل اسطوانه، على شكل اللي هي الاسطوانه الكلويه نفسها، فبيسموها اسطوانه. حسب نوع المواد اللي اترسبت بتتحول. ففي هايلاين دي بتبقى شفافه، دي بتنزل، ممكن تنزل في امراض في الشخص الطبيعي، مش شرط مرض كلى. واحد لو عمل مجهود شويه
ممكن تلاقي فيه هايلاين كاست. لكن في كاستات ما بتنزلش الا في فشل كلوي ولا قدر الله وامراض الكلى، الكدني ديزيز، زي الجرانيولر اللي هي المحببه، الجرانيولار كاست. دي بتبقى طبعا في حالات الفشل الكلوي. وفي عندك بقى في حاجات اسمها اسطوانات واكسي كاست شمعيه. وفي وايت بلاد سيلز كاست، ان هي عباره عن وايت بلاد سيلز اللي هي الخلايا كرات الدم البيضاء اللي هي الباست سيلز، ترسبت على جدار الانابيب وظهرت. في ار بي سيس كاست، في فاتي كاست دهنيه، واحد عنده كميه دهون كتير فبتيجي تترسب على جدار الانابيب الكلويه، بتنزل على شكل اسطوانه فاتي كاست. دي كلها عباره عن كاستات. تتكلم بقى عن ايه الابيثيليال برضو، ان هي موجوده في الفيميل بصوره طبيعيه، عباره عن ابيثيليال سيلز، خلايا بشريه عادي، نتيجه الخلايا بتنزل ومش موجوده في الرجاله، وممكن تكون موجوده بنسبه واحد او حاجه. فانت عندك الابيثيليال، عندك الكريستالز بانواعها بقى، اتكلم بتفاصيلها واشكالها. عندك الوايت الار بي سيز والباس سيلز، عندك الكاستات زي ما قلنا. وفي عندك كمان ممكن تبقى في البكتيريا، بتتكتب في الازر. في عندك بكتيريا ممكن اشوفها تحت الميكروسكوب، كل ده ميكروسكوبيك اكزامينيشن. البكتيريا وربطناها بالنيتريت. دي معظم الحاجات. في اذرز بقى، حاجات بنشوفها ممكن نشوفها تحت الميكروسكوب زي الارتفاكتس، الشوائب ما لناش دعوه بيها. في ممكن نلاقي سبرم ما بنكتبوش لو حاجه بسيطه جدا، لكن لو في حالات الناس الشباب الرجاله الكبار جدا، ممكن السبرم لو كميته كبيره جدا ده يدل على انسداد في القنوات المنويه والبروستاتا، بيكون دليل على في مشكله في البروستاتا للرجاله الكبار فوق ال 50، ان يلاقي سبرم فيها. المواضيع بقى بتاعت اللي هي الاخلاقيه بقى والشباب والكلام ده بقى عادي، ممكن حسب بقى شاب ولا حاجه جاي في سبيرم فيه حاجه بسيطه خلاص بنطنش. لكن لو راجل كبير وفي كميه كبيره جدا، ممكن يكون دي دلاله على انسداد في القنوات المنويه نتيجه خلل في البروستاتا. فبتقوم مرجعه السبيرم، بدل ما تدخله على القناه المنويه لا بترجعه تدخل في قنوات مجرى البول، ويظهر شويه سبيرم. طبعا السبيرم اللي بيظهر في البول بيبقى ميت، لان السبيرم بيكون الوسط بتاعه القليل، لكن البول طبعا اسيدك فبيموت كل السبيرم. دي كلها حاجات بنشوفها. ممكن تلاقي بقى في السيدات، ممكن تلاقي فنجاي، بتلاقي كانديدا، حاجه اسمها كانديدا قلب كنز، عامله زي العناقيد كده معقده. دي كلها ايه الفحص الميكروسكوبيك اكزامينيشن. وربنا معاك.